بسم الله ما شاء الله. دلوقتي هنتكلم عن ديكور شقة الترا سوبر في اي بي. هبدأ نتكلم عن المدخل بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. حبينا نأكد المدخل الشقة بجزء درجة مرتفع وعملنا من رخام الجولدن امبريال وقسمناه لبلاطات عبارة عن 30 في 30 حروفها مشطوفة داير ما يدور عشان نأكد مدخل الشقة. بعد كده هنبدأ ندخل من الشقة نفسها. لتأكيد المدخل أكتر عملنا فوق الأرضية اللانج ديت جزء فيه الجيبسون بورد في السقف بشكل مميز بالمنظر دوت، عبارة عن مستويات من الجيبسون بورد وفيها بيت نور للإضاءة، بخلاف الإضاءة في السنتر أو في الوسط. عملنا جزء من الإضاءة أو الإزاز المطبوع عليه بصورة تشكيلية ودخله إضاءة بالمنظر دوت تأكيد لعملية المدخل. وجينا على الجنب الشمال عملنا جزء بالكامل عبارة عن أعمدة من الخشمونيوم أو الخشب الأرض بالمنظر دوت عشان نعمل عملية فصل بصري ما بين المدخل وما بين الريسبشن، وفي نفس الوقت لتأكيد عملية المدخل. تمام، يبقى اتكلمنا كده عن المدخل عبارة عن السقف الجيبسون بورد، عبارة عن جزء على الشمال بالتجاليد الخشبية الأرض بخلاف الأرضية اللي واخدة شكل بلاطات الجولدن امبريال. والجنب الشمال عملنا فيه تأكيد عبارة عن حوض زرع من عباد الشمس يعمل عملية بهجة للمدخل. بعد كده هنبدأ نتكلم عن الجزء الخاص بالشاشة، وده جزء برضو مميز أكدناه بالسقف، عملنا فيه ديكور بشكل معين مع وحدات إضاءة. هو دوت الجزء الخاص بالشاشة اللي هتبقى في بداية الريسبشن عشان نسمح برؤية الشاشة لجميع أنحاء الريسبشن، سواء بالنسبة للدايننج روم أو بالنسبة للليفينج أو بالنسبة للصالونات زي ما احنا شايفين كده. ده الجزء الخاص بالشاشة زي ما احنا شايفين وعلاقته بالمدخل. تمام، زي ما احنا شايفين كده عبارة عن مستويات من الجبسون بورد اتحددت يمين وشمال باللون الأسود وفيها خلفها بيت نور إضاءة، وبعدين جزء بارز من الجبسون بورد واخد تجاليد من ورق الحائط بشكل خشبي، وفي النص هنا هيتعمل الشاشة والجزء السفلي هيتعمل فيه حجر. تمام، بعد كده بنكمل بنلاقي فيه بسم الله ما شاء الله. برضو هنكمل في نفس الريسبشن. هنكمل دلوقتي هنخش على الجزء الخاص بالدايننج روم. هنلاقي ان الدايننج روم ترابيزة سفرة على شكل مربع تم تصميمها من قبل المكتب وتنفيذها من قبل المكتب بشكل مختلف زي ما احنا شايفين. الرجلين بشكل ديكوري مخروط ثم أنصاف كور ثم كور ثم تنعم من عكسة واخدة لون الشامبين. الكراسي بتاخدها شكل كونتوني بشكل ديكور معين زي ما احنا شايفين. الترابيزة داخلها كلها ازاز بالكامل عشان نقدر نشوف الجزء الرجلين السفلية. يتعمل في النص جزء منخفض عشان يتعمل فيه شكل الورد والحيوانات الصغيرة ديت كشكل ديكوري. اهتمينا بالسفرة بتعمل بانوهات يمين وشمال السفرة مع وجود أبليكين، وفي النص هيتعمل تابلو بشكل معين. بعد كده هنخش على منطقة أمام الدايننج روم. طبعا احنا عشان نفصل ما بين جزء الدايننج روم وجزء الريسبشن اتعمل فيه العمودين دول، العمود ده والعمود ده اتعمل عليه فلاور بوكس او حوض زرع بشكل معين، واختار فيه الريشات الديكور ديت او ريشات الزرع ديت بشكل هارموني مع الحيطة. الجنب التاني برضو بالظبط اتعمل فيه العمود نفس العمود. تمام، بس بدل ما نحط فيه الحوض الزرع اتعمل فيه 3 تابلوهات، ونراعي هنا ان التابلوهات كلها صغير في كبير في كبير كلها واخده نفس سنتر العمود مع وجود حوض زرع سفلي. تمام، ده اللي عمل عمليه فصل بصري ما بين الريسبشن وما بين الدايننج روم. هنكمل بعد كده على منطقه جلوس امام الدايننج روم امام السفره، عباره عن كرسي هزاز ثم في جزء سفلي. تمام، واخد اللون الازرق. بعد كده هنلاقي في عندنا في دفاية فولز أو دفاية من الجبسن بورد
واخدة إضاءة سفلية ورخام علوي على بعض التحف. الخلفية بتاعتها عبارة عن جيبسن بورد، في تجويفات، كل تجويف فيه نوع من أنواع الفازات بشكل مختلف التجريدية زي ما احنا شايفين كده، مع وجود بعض التحف الموجودة على الدفاية. اتعمل في الجنب، استغلنا في الجنب تجويفين، اتعمل في الجزء السفلي حوض زرع، ويتعمل في الجزء العلوي في نافورة. ده الجنب اليمين. الجنب الشمال برضه نفس الكلام، نفس التجويف موجود، سفلي حوض زرع وعلوي هيتحط فيه حوض سمك. يبقى دي منطقة متكاملة ما بين الزرع وحوض السمك والزرع والمية مع وجود الدفاية. وفي النص هيتحط بين التابلوهين، بين الفراغين دول تابلو. تمام. بعد كده هندخل على الجزء الصالونات. هنلاقي ان الصالون عبارة عن 4 فوتيهات وكنبة وبنكت. راعينا ان الخشب بالكامل نفس تصميم الخشب، بس الاختلاف حصل في الوان وخامة القماش نفسه. فهنلاقي ان في 2 كرسي واخدين شكل الفارو بالنسبة للجلسة، والظهر عبارة عن قطيفة واخد شكل الكرتونيه. الكرسيين التانيين بالكامل فرو أبيض سواء أرضية أو ظهر. تمام. بالنسبة للكنبة تم استخدام فيها قماش كلاسيك، الأرضية غير الظهر غير اليمين والشمال، فنلاقي إن الأرضية واخدة شكل معين، الجزء الظهر واخد نفس شكل الجلسة مع اختلاف الشكل، نفس التصميم لكن اختلاف الألوان. كويس. مع الظهر اتعمل فيه جزء تشكيلي من الورود. عشان نربط، تم ربط برضو الفوتيهات بالكنبة عن طريق الخدوديات. اتعمل خدودية فرو اسود وخدودية فرو ابيض، واتحطت مع الكنبة يمين وشمال عشان نربط الكنب بالصالون. تم عمل بالكامل خلفية من الستاير المودرن بالمنظر دوت خلف كرسيين. بالنسبة للديكورات يمين وشمال متماثل، هنلاقي ان الجزء اليمين حول خلف الكنبة عبارة عن جزئين بارزين من الجبسن بورد، واخد ورق حائط بوكيهات ورد بني، وخلفها بيت إضاءة نور. ما بين الاتنين في جدريات من الحجر وتدريجات وأشكال معينة من اللون البني. تمام. ومنعا للملل تم عمل فوق ستارة من الشيفون التجريدي والتشكيلي، ماخد اللون الاسود مع اللون البيج. اللون البيج لعمل هارموني، واللون الاسود كبقعة لكسر الملل. تمام. في النص طبعا ما بين الفوتيه والكنبة اتعمل الفاز بتاعنا والترابيزة تجريدية. بالنسبة للجزء الشمال للصالون نفس الكلام برضو، في الترابيزة التشكيلية وعليها الفاز بتاعنا، وخلف الاتنين فوتيه ديت اتعمل نفس التصميم اللي موجود حوالين الكنبة عشان يبقى شمال زي يمين. تمام. نفس الفكرة برضو اللي هي الجبسون بورد البارز اللي عليه بكوهات الورد والجدارية في النص والستائر التشكيلية، بس مع مراعاة ان شكل الستائر التشكيلية هنا مختلف عن التانية برضو منعا للملل. بالنسبة للأسقف زي ما احنا شايفين كده، اتعملت برضو أسقف مستويات من الجبسون بورد المختلفة والبيت النور والإضاءة. تمام. مع ربطها برضو بمكعبات الخشب أو بلوكات الخشب الأرض داير ما يدور. تمام. مع وجود شرايح CNC بطول الفراغ. تمام. طبعا ده يمين وشمال عشان نعمل عملية تأكيد لديكور السقف. طبعا نسينا نتكلم برضو ان الجزء الاعلى الدايننج روم اتعمل فيه ديكور من الشيبسن بورد، عبارة عن مربعات ساقطة فيها تجويفات بالمنظر دوت، وفي النص اتعملت النجفة بتاعتنا بالمنظر ده كده. تمام. عشان نعمل عملية ربط او عملية فصل ما بين سقف الصالون وسقف الريسبشن بسقف ساقط بالشيبسون بورد كمستوى، وفي اللون خد اللون الفحمي عشان نأكد عملية الفصل. وده اللي يأكد علينا اللي احنا ربطنا بين السقف وبين السفرة من خلال ان احنا عملنا 2 كرسي يمين و2 كرسي شمال اسود، والاربعة التانيين اتعملوا في الكافيه عشان نعمل عملية تكامل وترابط ما بين السقف وما بين السفرة. ده كان شرح مبسط للريسبشن، سواء المدخل او الجزء الخاص بال LCD او الشاشة، او الجزء الخاص بالليفينج سواء ركنة او فويه، او جزء الطعام الدايننج روم،
او جزء الصالون. تمام. او الجزء الخاص بالدفاية. اتمنى يكون الشغل يكون عجبكم، وبسم الله ما شاء الله على الشغل. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن تصميم الممر. زي ما احنا شايفين كده الممر مرتفع بمستوى تاني عن الريسبشن، عبارة عن درجتين من الرخام الجلدن امبريال جولدن. تمام. بخلاف موجود فيه عندنا ستارة بشكل تشكيلي معين، شكل ديكوري. الهدف طبعا من الستارة ان احنا نعمل عملية فصل بصري ما بين الريسبشن وما بين الممر. طبعا الستارة زي ما احنا شايفينها فيها ديكور وفيها فستونات بشكل ديكور معين، مع وجود جزء فرنشة بلون مختلف، لون ابيض. حبينا برضو نأكد المدخل بتاع الممر عن طريق التجاليد الخشب واخدة لون ابيض مع اجزاء من انصاف الكور. تبدأ بحجم كبير ثم تبدأ لغاية تحت بحجم اصغر. نبدأ دلوقتي نطلع الممر وندخل بداية الممر. عندنا بداية الممر عندنا بتتكون من منطقة جلوس، عبارة عن منطقة خاصة بالقعدة العربي زي ما احنا شايفين كده وهنشوف تقريبا. تمام. المنطقة ديت موجودة قدام المطبخ، ده مطبخ أمريكاني أو مطبخ مفتوح. عبارة عن المنطقة ديت عبارة عن تجويف جوه الحيطة تم تخليقه عشان نعمل فيه مكتبة بأرفف بشكل معين، اللي هو الجزء دوت. بنرد عليه في الجنب التاني من منطقة قعدة الجلوس ديت بنفس المكان برضو بتجويف تاني في منطقة مكتبة. تمام. ما بين المكتبتين دولت عاملين جدارية تشكيلية بكتب معينة. تمام. بحيث يعمل عملية تكامل ما بين المكتبة الحقيقية يمين وشمال والجدارية اللي بشكل كتب. طبعا دي معمولة في تجويفات بجبسون بورد في الحائط مع وجود بيت نور بحيث يفصل او يحدد بين المستويات. طبعا تم تأكيد المنطقة ديت، منطقة الجلوس ديت، بسقف اعلى المنطقة ديت. السقف ده بشكل مربع، شكله مربع. تمام. وتم تأكيد السقف دوت بمستويات من الجبسون بورد مع وجود بيت نور بلون احمر، مع وجود تفاصيل من الخشب السي ان سي بتشكيلات معينة. طبعا الجنب ده كله بالكامل واخد شغل من الكلاسيك، ديكور الكلاسيك زي ما احنا شايفين كده. تم تأكيد الجزء المنطقة ديت بجزء من التجاليد الخشب بأشكال معينة بتصميمات معينة فيها تفاصيل هرمية وتفاصيل من السنن المختلفة من الخشب الأرض. تمام. طبعا بالنسبة للقعدة ديت أو القعدة العربي ديت هيبقى يمينها وشمالها في حدود من الزرع زي ما احنا شايفين كده. تمام. يبقى احنا كده حددنا بداية المدخل المؤدي لجناح النوم بمنطقة جلوس أو منطقة قعدة عربي، مقابلها بالظبط المطبخ المفتوح. تمام. بعد كده هنبدأ نطلع تاني ونمشي عشان نبدأ على بداية الممر. بداية الممر زي ما احنا شايفين اللي هو بيوصل ما بين المنطقة العربي إلى جناح النوم. الممر زي ما احنا شايفين طبعا قدامنا اللي جنب الشمال بتاعه عبارة عن ورق حيطة مع باب الحمام واخد شكل الخشمونيوم. تمام. بتشكيل من الزجاج المطبوع عليه بألوان كلها رسومات كلها هارموني. تمام. بنكمل بعد كده في الممر في الجنب الشمال بنشوف عندنا الجنب الشمال عبارة عن أبليكين كلاسيك مع وجود ستارة من الشيفون واخدة اللون البيج الفاتح مع اللون الأسود عشان نعمل عملية كسر للملل في الألوان. هنكمل بعد كده جوه الممر هنلاقي في عندنا شباك برضو. الشباك ده برضو خشمونيوم واخد شكل الخشمونيوم. تمام. شكل البني مع وجود رسومات ملونة بتطعيمات من اللون الأزرق والنبيتي والأحمر. تمام. زي ما احنا شايفين كده عشان برضو نعمل عملية كسر للملل في الألوان. بنكمل بعد كده بنشوف الأسقف في الممر عبارة عن مستويات من الجبسون بورد فيها بيت نور مع إضاءة عشان تنور الممر نفسه. بعد كده هنبدأ نمشي تاني في الممر هنكمل. تمام. زي ما احنا شايفين كده بنرجع لورا عشان نشوف باب أوضة النوم الرئيسية أو الماستر بيد روم. زي ما احنا شايفين الباب من الخشب الأرو بتصميمات تجريدية عبارة عن مربعات
وعلى شمالها في جزء مستطيل. البار بالنسبة للباب دوت اتعمل بار مميز، عبارة عن 3 مستويات من الخشب الأرض زي ما احنا شايفين كده. تمام. بعد كده هنبدأ نرجع تاني عشان نكمل جوه الممر. ادي الممر بتاعنا زي ما احنا شايفين. هنبدأ نمشي تاني. تمام. ونكمل معانا. هنلاقي بنلف نلاقي الممر بيدخل على حجرة نوم تانية، والسقف نفس الكلام برضو الجبسون بورد. تمام. وبنكمل على الباب بنفس التشكيل والتصميم، اوضه النوم الماستر، موحدين اشكال الابواب. وبنكمل نلف تاني عشان نوصل لباب حجرة النوم الثالثة، وبنفس الفكرة برضو، بنفس فكرة الاسقف الجبسون بورد مع بيت النور الاحمر، مع نفس الشكل الباب والتصميم. يبقى احنا كده وحدنا في شكل الابواب ولون الباب وفي تصميم الباب، وكله من خامة الارض. ده بالنسبة للممر أو الممر المؤدي من الريسبشن لغاية جناح النوم. أتمنى يكون ممر تصميما عجبكم. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن المطبخ. المطبخ كان عبارة عن مطبخ مقفول، طبعا 4 حوائط وباب. عملنا فيه تعديل معماري. شلنا الحيطة بالكامل بالباب بتاعها اللي بتفتح على الممر اللي احنا فيه دوت. وفي الجنب اليمين او على الشمال بالظبط كان في بلكونة بتفتح على المنور. برضو هدينا وعمل تعديل معماري، برضو هدينا الحيطة دي بالكامل وفتحنا وضمينا البلكونة على الممر عشان نقدر نخلق مكان او لوبي نقدر نحط فيه قعدة عربي قدام المطبخ، بحيث التعديل المعماري في المطبخ يبقى له هدف وله معنى ان تم عمل بار مع قعدة عربي قدام المطبخ. طبعا لتأكيد المطبخ كشغل ديكور او عنصر ديكوري تم عمل تجاليد معمارية من الخشب الأرو بتفاصيل وديكور بشكل معين، وضع المنظر دوت. تمام. طبعا دي داير ما يدور الفتحة. تمام. زي ما احنا شايفين كده. وطبعا التجاليد الديكورية ديت موجودة في داخل وخارج المطبخ بنفس الشكل. المطبخ عندنا زي ما احنا شايفين، المطبخ عندنا مفروش في 4 اتجاهات او 4 اضلاع. الضلع الاولاني موجود فيه فتحة دخول المطبخ بخلاف البار، مع فرش الأضلاع ال3 التانيين داير ما يدور بنفس الشكل بتاعنا دوت. لو احنا لاحظنا ان المطبخ واخد 3 ألوان: اسود، نبيتي، ولون سيلفر، مع تطعيم بشغل الخشمونيوم. تمام. لو احنا لاحظنا ان الجزء الموجود على اليمين هو اللي خد اللون الاسود، لان دوت مكان الاجهزه الكهربيه ما بين اللون الاسود وبين اللون السيلفر. الجزء الضلعين التانيين دي فيها دواليب التخزين والظرف والادراج الاستخدام. بالنسبه للون الثالث هو اللون السيلفر، وده كان لون مستقل بذاته في المطبخ، وده كان مقصود لان ده عباره عن النيش الموجود فوق البار، فحبينا نميز النيش دوت بلونه الخامه والازاز بالكامل داير ما يدور فيه عشان نبين الكاسات الموجوده فيه. لو احنا شفنا كده البار بتاعنا، البار فيه تحتيه ضرفتين جرار تفتح من داخل المطبخ ومن خارج المطبخ للتخزين الكامل اسفل البار. بمعنى اصح يعني تم استخدام البار كمكان توظيفي للتخزين ومكان استخدام للاكل. هنرجع تاني للمطبخ بتاعنا. هنلاقي ان المطبخ بتاعنا ال3 ألوان دوت عملنا فيه عملية ربط بين الألوان. بمعنى ايه؟ ربط بين الاسود والنبيتي والسيلفر. دخلنا على كل ضرفة من الضرف سواء الاسود او النبيتي، عملنا لها تحديد باللون الفضي في الاسود، وفي الضرف النبيتي نفس الكلام. تمام. مع النيش نفسه اللي هو السيلفر. يبقى احنا هنا ربطنا ال3 ألوان مع بعض. الحاجة التانية كأسلوب ربط، دخلنا برضو في الجزء اللي في المواجهة، عملنا درجين على شكل مربع باللون الاسود برضو متحدد بالسيلفر، وخلفيته او ما بينهم اسفل الشفاط في برضو فريم اسود واخد ازاز باللون مصنفر كشغل ديكوري يعمل انعكاس للبوتاجاز. ده بالنسبة لألوان المطبخ. لو احنا لاحظنا المطبخ هنا بالكامل كتصميم المطبخ، هنلاقي المطبخ بتاعنا بيبدأ
يشتغل من النيش، يبدأ يلف معايا ويلف معايا علب علوية وعلب سفلية بشكل تصميمات مختلفة. بمعنى ايه؟ التنوع في مقاسات الظرف ما بين صغير وبين كبير. الحاجة التانية عندنا كل الأجهزة في المطبخ عندنا هنا أجهزة كلها بيلت إن. لو احنا لاحظنا هنا إن الفرن بيلت إن، تحتيه الميكروويف برضو بيلت إن، تحتيه ضرفتين قلاب، وكلهم واخدين الاتجاه الأفقي بالنسبة للتصميم، بخلاف ضرفة على المايل على الفرن مع السبوت بتاعها. لو احنا دخلنا على التلاجة برضو بيلت إن، ونفس الفكرة ضرفة مايلة مع السبوت. الغسالة برضو بيلت إن. لو احنا خدنا لقطة عامة تربط ما بين الفرن مع التلاجة كشكل ديكوري، تمام، ويفصل بين الاتنين بدولاب رأسي طويل متقسم جوه الأرفف، اقدر اخزن فيها في اتجاه الطولي، تمام. الحاجة التانية برضو اللي احنا عملناها او راعيناها في الأجهزة الكهربائية، ان الفرن نفسه كان عبارة عن برضو بيلت ان بنفس الشكل دوت. الشفاط بتاعه بيلت ان. حتى السخان بتاعنا اتعمل برضو بيلت ان جوه دواليب عشان السخان نفسه ما يبانش، بنفس الاسلوب دوت، تمام. طبعا خلينا السقف والارضيه بدون غطا عشان التهويه السخان. طبعا احنا برضو ما اغفلناش العنصر الديكور، فهنا لو نلاحظ في عندنا ارفف بشكل معين، تمام. في عندنا هنا ارفف تانية متنوعة ما بين التحف وما بين عناصر التخزين، تمام. نفس الكلام برضو في الجنب الشمال، نفس الوحدة بتتكرر بحيث يبقى يمين زي شمال بالنسبة للعناصر الديكور. طبعا في الجزء دوت عملنا هنا حامل للفواكه على شكل رأسي، تمام، بحيث يبقى جنب البار مباشرة. راعينا طبعا العنصر الخارجي زي علب التوابل، تمام. راعينا توزيع الأجهزة بالكامل. الشباك عبارة عن ضرفتين قلاب باللون النبيتي بس لون أغمق شوية، تمام. ده بالنسبة للمطبخ بصفة عامة. طبعا بالنسبة للجزء دوت لو احنا هنلاحظ ان الجزء دوت التصميم بتاعه مميز، ان هو البوتاجاز في قلب الرخامة بيلت ان، متقسم لظرف 3 ادراج يمين و3 شمال، وفي النص ضرفة رأسية. المربعات العلوية دي كلها ثابتة ما بتتحركش بالكامل، تمام، اللي هي العناصر ديت، بحيث تديني الشكل الجمالي وديكور يتماشى مع الادراج، وفي نفس الوقت ما تبينش جسم البوتاجاز البيلت ان لما افتح الظرف او الادراج. ده بالنسبة للمطبخ بصفة عامة، يعني ارجو ان هو يكون نال اعجابكم. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن تصميم الحمام. زي ما احنا شايفين كده، ده الممر المؤدي لجناح النوم. على ايدنا الشمال في الباب الحمام. باب الحمام زي ما احنا شايفين واخد لون الخشبونيوم، وعليه رسومات ورد بتصميمات معينة على الإزاز، تمام. زي ما احنا شايفين كده، تمام. طبعا الإزاز دوت معتم، يعني ما ينفعش اللي بره يشوف اللي جوه، فخدنا وظيفة مع الشكل فيه صورة الورد المرسوم بألوان هارموني، وفي نفس الوقت مفيش يمنع الرؤية الخارج ما يشوفش الداخل. دلوقتي هنبدأ نتحرك ونفتح الحمام عشان نبدأ نشوف الحمام عبارة عن ايه. زي ما احنا شايفين كده هنشوف الحمام بتاعنا عبارة عن حوض مدفون في الرخامة بيلتين، مع وجود وحدة حمام معلقة في الأرض بشكل الخشمونيوم. وهنفتح نكمل للآخر، هنلاقي آخر الرخامة فيه دولاب طويل، ده أدوات التخزين النظافة ما بين مقشات أو مساحات أو خلافه. بعد كده هنلاقي في مستوى تاني من الدواليب، تمام. دي عبارة عن واخدة شكل جمالي فيها تفاصيل ديكور، وفي نفس الوقت بتستخدم في التخزين زي ما احنا شايفين كده، مع وجود مستوى تاني بيرد عليها في الجنب التاني من الدولاب بنفس الشكل، بحيث يعطيني يمين زي شمال. وجود أسقف مستويين للأسقف. السقف الأولاني عريض فيه السبوتات،
وأسفله سقف تاني أوتر كديكوريشن يربط ما بين الدواليب نفسها زي ما احنا شايفين كده. بعد كده عندنا البانيو بانيو عادي. تم عمل تجاليد في هيكل أو في جسم البانيو زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. تم تقفيل البانيو بالكامل كابينة للشاور أو الساونا بمعنى أصح، واخدة شكل خشمونيوم من 4 غرف زي ما احنا شايفين كده. تمام. مع وجود بديل للزجاج أو ما يسمى بالبوليكربونات ده ضد الكسر، مع وجود ضرفتين شباك قلاب بلون الخشمونيوم. يبقى احنا هنا وحدنا الكابينة الشاور مع وحدة الحمام الخاصة بالحوض مع الشباكين بلون الخشمونيوم البني، مع خلفية سيراميك بلون تدريج البيج عشان نحول المطبخ بالكامل لهارموني. البؤرة الوحيدة اللي فيها كونتراست أو تباين هي الرخامة. دخلنا فيها رخامة أسباني مستورد بتدريجات اللون الأصفر مع الكموني مع البيجيهات مع البني بتعشيقات معينة عشان تعمل عملية الكونتراست أو التباين منعا للملل، مع وجود عناصر من الديكور في الوحدة نفسها عشان نحافظ على الشكل الجمالي مع الوظيفة مع الشكل. تمام زي ما احنا شايفين كده. هنا دخلنا عنصر ما يسمى بالستيلو، دخلناه بشكل معين وبفكرة جديدة. الفكرة هي عبارة عن شرايح الستيلو 2 سنتي ذهبي، بدل ما نخليها في الاتجاه الأفقي اتعملت في الاتجاه الرأسي، وعملنا يمين أو شمال جزئين في بينهم أو حشينا بينهم بالتابلوهات الورد بنفس الهارموني زي ما احنا شايفين. والكلام ده اتعمل فيه جزئين زي ما احنا شايفين كده بالظبط كده. دي الفكرة مجسدة تبين أكتر الفكرة. الستيلو 2 سنتي ذهبي يمين وشمال، حشينا ما بينهم ببيت تابلوهات الورد بشكل تكاملي. طبعا راعينا ان الاماكن دي تكون في اماكن ظاهرة مش اماكن مختفية. تمام المنظر ده. طبعا ده باب الحمام من داخل الحمام نفسه، واضح أوي شغل الخشمونيوم، باب الخشمونيوم مع الطباعة على الزجاج بلوحة فنية للورد بالألوان الهارموني. المطبخ بسيط تصميميا، لكن اهتمينا فيه بالناحية الوظيفية مع الشكل أيضا عن طريق وحدة الحمام بالجزء السفلي بتاعها أسفل الرخامة مع الجزء العلوي، واهتمينا بالكابينة الشاور زي ما احنا شايفين كده. طبعا ديت وحدة الحمام. أتمنى يكون الحمام عجبكم تصميميا. دلوقتي هنتكلم عن حجرة النوم الرئيسية اللي ماستر بيدروم. زي ما احنا شايفين كده المدخل الباب بتاع غرفة النوم من الخشب الأرض باللون البني، واخد الأسطر البني باللون البني. الباب زي ما احنا شايفين كده عبارة عن تصميم تجريدي، عبارة عن مربعات على الجنب اليمين، وعلى الجنب الشمال ردنا عليه بمستطيل رأسي. التجاليد بالنسبة حوالين الباب ليها البارات أو البرور بمعنى أصح، واخدة تصميم شكل مميز عبارة عن 3 مستويات من الخشب الأرض
عشان يديني شكل تكاملي مع الباب. بعد كده هنبدأ نفتح حجرة النوم وندخل جواها ونشوف الحجرة عبارة عن ايه. حجرة النوم زي ما احنا شايفين كده، الحجرة ديت كان مطلوب فيها تصميم يكون غرفة فندقية. غرفة فندقية يعني في جزء منها للجناح النوم، جزء منها للمعيشة، جزء منها تاني للدايننج روم أو جزء بسيط للطعام زي ما احنا شايفين كده، بخلاف جزء تاني للدريسنج روم لو الجزء دوت. تمام. زي ما احنا شايفين كده الغرفة متقسمة لأجزاء. هنبدأ بالجزء الخاص بجناح النوم. زي ما احنا شايفين كده السراحة واخدة شكل الكلاسيك، السرير بتاعها، جزء الكومود يمين وشمال. زي ما احنا شايفين كده ان التصميمات بالنسبة لحجرة النوم واخدة الشكل الكلاسيكي. تمام. اهتمينا بالفرش نفسه كحجرة نوم، اهتمينا بالسقف بتاعها بحيث يغر السرير نفسه في السنتر بتاعه في جزء مرتبط بيه كديكور. بالنسبة للسقف عبارة عن مستويات من الجيبسون بورد مع وجود بيت نور. طبعا السنتر بتاع المربع ده هينزل منه النجفة معلقة. تمام. بالنسبة للسرير بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، الجزء اليمين للسرير والجزء الشمال للسرير عبارة عن جيبسون بورد بارز مجسم بشولة مجسمة، يرد وراه بيت نور. ما بين الاتنين في ورق حيطة بلون مختلف. السرير عملناه بلون البيج يتماشى مع شكل أو لون حجرة النوم. دخلنا في ظهر السرير الكابتونيه الأسود عشان يأكد شخصية السرير بالنسبة للحجرة، بحيث يبقى عندنا خلفية هارموني كلها كافيهات شامل الخشب الفرش نفسه مع وجود بؤرة أو نقطة سوداء اللي هي الكابتونيه أو التنجيد بتاع السرير، بحيث يعمل عملية إظهار وإبراز للسرير نفسه وتأكيد لشخصية السرير في غرفة النوم. طبعا على اليمين وعلى الشمال في الأبليكين معلقين في مستوى السرير. تمام. زي ما احنا شايفين كده، ده بالنسبة للجزء الخاص بالنوم. بالنسبة للجزء الخاص بالمعيشة عملنا كنبة بتفتح وتقفل، كان تحول لسرير. أعلاها في أبليكين بنفس اللون الرمادي. تمام. وده طبعا ما يسمى بالعسكري أو بديل للشوفونيرة الحديثة. بعد ذلك دخلنا على الجزء الخاص بالطعام. دي عبارة عن ترابيزة فيها 4 كراسي بفات متداخلة داخل الترابيزة. راعينا برضو الشاشة أعلى منطقة الطعام مع وجود الشاشة. سنتر الشاشة هو نفسه سنتر السرير بتاعنا. تمام. يعني الشاشة بواجهة السرير عشان تسمح برؤية مناسبة أثناء الجلوس على السرير نفسه. تمام. بالنسبة للجزء الخاص بالدريسنج روم اتعمل جنبين يمين زي شمال، جزء خاص بالملابس الرجالي والجزء التاني خاص بالسيدات زي ما احنا شايفين كده. تمام. واتعمل فيه تجاليد داير ما يدور بشكل خشب أهرامات بنفس أشكال التجاليد الخاصة بالباب عشان نعمل توحيد بالنسبة للبرود والتجاليد في كل الشقة، سواء البرود الموجودة على باب الخشب أو في الأرشات أو في الأبواب، مع وجود مراية في المنتصف طبعا لضبط الملابس يعني. وفي نفس الوقت عملنا حوالين هذه المراية تجاليد من CNC بأشكال مختلفة. طبعا دي واجهة الدريسنج روم. تمام. لو حبينا نتفرج بعد كده على شكل الدريسنج روم من الداخل هنشوفه بالمنظر دوت زي ما احنا شايفين. ده الجزء الخاص بالدريسنج روم وهو مفتوح. طبعا بالنسبة للألوان زي ما اتفقنا وقلنا احنا راعينا الألوان الهارموني. هارموني بالنسبة للون الحيطة كافيه، هارموني بالنسبة لورق الحيطة في العمود البارز، هارموني في الحيطة الخلف السرير،
هارموني في لون الخشب نفسه كافيهات. ومنع للملل عملنا موضوع البقرة او اللون الاسود في الكرتونيه بتاع السرير، بخلاف اللي احنا عملنا نقطة تانية صفرة او اصفر زاهي ممثل فيه ورد عباد الشمس. الهدف من اللون الاصفر واللون الاسود ان احنا عمليه كسر للملل بالنسبه لالوان الهارموني، بخلاف ان اللون الاصفر بيدي بهجه بالنسبه للون عباد الشمس في غرفه النوم. تمام. طبعا ما قفلناش الاسقف الشقه بالكامل، الحجره بالكامل معمول فيها ديكوريشن. موجود فيها عندنا السقف اعلى السرير بيرد عليه سقف مماثل على الجزء الدايننج روم، الجزء دوت زي ما احنا شايفين كده. تمام. ربطنا بين السقفين بخشب الارو، مكعبات الخشب الارو. تمام. الشقه بالكامل او الحجره بالكامل معمول فيها يمين وشمال من بيوت النور زي ما احنا شايفين كده. دي عباره عن مستويين من الجبسون بورد. المستوى الاول ابيض داخله بيت نور، المستوى الثاني مجسم واخد اللون الفحمي، المستوى الثالث اللي هو المستوى اللي فيه السبوتات الرئيسيه بتاعتنا. تمام. طبعا الجنب دوت يمين هو نفسه الجنب شمال، فرعنا عمليه السيمتري او التماثل في الحجره. اتمنى يكون حجره النوم نالت اعجابكم.